السلام عليكم ومرحبا بجماهير المنتخب التونسي. ماكش تونسي اذا كان انت ما تشجعش المنتخب التونسي. ها باش نقول لكم علاش. فوزي بنزرتي الناس كلنا ماناش معاه، وتعرفوا علاش ونعرفوا احنا علاش. تعرفوا علاش؟ على خاطره سب مره السبه هذيك الخايبه، السبه هذيك انكرت فيه جماهير كره القدم التونسيه، وربي من فوق يمهل ولا يهمل، ولا جات في راس فوزي بنزرتي ينهزم ضد منتخب جزر القمر، منتخب مازال مبتدئ ينتصر. علاش؟ على خاطر صارت الشيء هذاك. منتخب تونس قرون وقرون ما ننتصروش، ما ننهزموش في ملعب رادس. مع فوزي بنزرتي انهزمنا. هذه حاجه. بالنسبه لفوزي، ماهوش احنا مشكلتنا باش نشدوا صحيح في هالمدرب هذايا، والا نقعدوا نحكيو كان عليه هو هاو باش ننتصر ضد جزر القمر في كوت ديفوار. يعني ينهزم في رادس ويحب ينتصر في كوت ديفوار ضد جزر القمر. شكون يدري؟ هي كرة قدم، شكون يدري؟ لعل يفرحونا. باش نقول لكم حاجة، الجمهور الرياضي، انا نحكي على الجمهور الرياضي في كرة القدم، مانيش نحكي على العيشة وشطر التوانسة حارقين في الأوروب وشطر التوانسة هاربين على خاطر ما لقاوش الراحة نتاعهم في العيش. هذه حاجة نعرفوها، هذه حاجة ما فيهاش حتى. أما نحكيو على الكرة والجمهور الرياضي اللي يحب المنتخب التونسي، على الأقل نراو حاجة تفرح في، نشيخوا عليها حاجة تفرح حتى تتصلح الأمور بإذن الله، وهكذا قاعدة تصلح مع الرئيس سعيد. ولكن احنا نحبوا نحكيو على أمور المنتخب التونسي لكرة القدم. اعطيني واحد ما يحبش بلاده، الكل تحب، خاصة المواطنين بالخارج راهم يموتوا على تونس على خاطرهم بعاد، ابعاد يتوحشوا تونس، يحبوا جو تونس، يحبوا يسمعونا شنو نحكيو وكل شيء. هيك هم يحبوا يسمعونا. انا نبقاش نهبط عليهم في النكد، كيما نعطيهم طاقه ايجابيه باش هم يفرحوا. انا نبيل ريجل سبور مالك الطاقه الايجابيه باذن الله. شنو معناها مالك الطاقه الايجابيه؟ عمري انا ما نحط العصا في العجله، لا في فريقي ولا في المنتخب التونسي. انا من ناس جي سوي الاوبتيميست، معناتها متفائل. انا انسان متفائل. متفائل شو معناها؟ خاطر نعرف ربي سبحانه هو اللي يقدر الاشياء، وباش تفرح انت يلزم التسخير من عند ربي سبحانه. لذلك حتى المنتخب التونسي الجمهور نتاعنا يحبوا ينتصر، يحبوا يتقدم، ولكن عندنا مسؤولين ما همش في قيمه المنتخب التونسي. من قبل راه مانيش نحكي على كمال يدير، خاطيه كمال يدير جابوه قالوا له يجي شد، وكمال يدير يمكن انفع للمنتخب التونسي وقادر باش يفيد المنتخب. انسان متربي يحبوه جمهور الكلوب، جمهور الترجي، جمهور سوسه، جمهور صفاقس، وجمهور تونس بصفه عامه. مانيش نحكي على هذايا، نحكي لك على بصفه عامه كيفاش سيبنا المنتخب التونسي لين ولينا مهزله. اول المهازل ما عادش عندنا ملاعب تاع كره قدم، ما عندناش ملاعب. والاخر العزوزه هازها الواد وهي تقول العام صابه. لا عندنا ملاعب، لا عندنا الجمهور يمشي ونتفرجوا مرتاحين، ديما ثم شغب، ديما داخله معاها الامور. وبعد نحبوا المنتخب التونسي يتقدم. المغرب بانين 10 ولا 20 تيران، الجزائر ولا يبنيو في التيرانات. هي بقينا ضحكوا احنا بينات الامم، بقينا ضحكوا. ملعب كان تشوفوا ملعب المنزه، الناس اللي ما تعرفش كان يشوفوا ملعب المنزه راه شيء يعمل فضح. ما عادش صحيح. تاريخنا بدا يطيح، تاريخنا بدا يطيح. الحل اللي يلزمنا نبنيو تيرانات، يلزمنا نبنيو تيرانات. وتحكي لي انت على مقابله جزر القمر، هي ممكن ننتصر فيها، وبرا راني انتصرت فيها. نمشي كاس افريقيا انا نروح من الدور الثاني معروف. هذا كان ترشحنا خاطر صحيح منتخبنا ولا اللي نتفرج فيه التشكيله اللي مش تمشي، اللي مشيت تويكا في الابيجون باش يلعبوا المقابله بتاع غدوه الحي. تشكيله مهزله راه. هذيك هي اللي خسرت في ملعب الرادس. ايش تتوقع منهم بالله؟ تو تخسر في كيفاش يقولوا فيها سلفوا والعب معاه، واش باش تربح من وراه؟ انا سلفتك صيش باش تربح منك. انا ما فهمتش انا شنية معناها نورمال. فوزي بنزرتي ما فهمتوش. انا كنت شجع فيه راهو من الاول وقلت خليه وخليه وكل شيء، من بدا يعمل فكس فيها الكلام الزايد هذاك قدام العباد والناس الكل تفرجت فيه. انا مسلم، انا نشاهد اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، دين الاسلام ومحمد رسول الله. هذا اللي نعرفه انا. وقت اللي نرى انسان يغلط ويبدا تعجبه الحكايه نتاع الغلطه، لا انا ما عادش نجم نشجعه بصراحه. وهذاك سبب من الاسباب اللي يخلي الجمهور بتاع المنتخب التونسي ينفر فوزي بنزرتي. ما عادش تنجم تشجعه، شجعته ما عادش سي بون. انا نحب نرضي ربي، ما نحبش انا نرضي العباد، والحمد لله. هذه حاجه. المقابله هذه اللي باش تصير، انا باش نحكي لكم على الخوارم تاع كره القدم التونسيه. راهو برشا برشا
برشا مخاور نتاع كرة القدم التونسية، آخرتها المجاملة اللي قام بها السيد هذايا فوزي بنزرتي لملاعبية الترجي، والله وسامحونا في الحلفة معناها، أما كنت نجم نتكلم ما غير لا حلفة، ولكن الحمد لله خاطر الشيء واضح. شكون طلب منه فوزي بنزرتي باش يجامل الترجي؟ نحب نعرف أنا، نفترضوا احنا الترجي ما طلبوش منه باش يجاملنا أخوي، يجاملهم. يعني الترجي الرياضي ماهوش ما تجاملهمش انت، علاش تعيط لهم الملاعبيه ذوكم؟ تعيط لبن حميده، خاصه بن حميده هي اللي زادت افاضت القطره التي افاضت الكاس. بن حميده ماهوش كونفيرمي في الترجي، يا اخي تعيط له علاش تعب في العباد؟ هذه حاجه. الاختيارات اللي عملهم اللي شلقت بها مانا، خرج ملاعبي مهاجم وخرج وسط ميدان هجومي وهبط حناب على المجبري والصخيري. كان يلعب بخطه 4-3-3 ولا يلعب بخطه 4-6-0 اللي قعدنا صفر. ولات الامم تضحك علينا، الجزائر تربح 5، المغرب تربح 5، وتونس ويني؟ اين تونس؟ تونس تخسر ضد جزر القمر في ملعب رادس هدف مقابل 0. عملاو اللي نخسروا مع ناميبيا، ولت عملاو اللي نخسروا مع غامبيا. وين بها عاد؟ اخي تو كل منتخب ضعيف ولا يربح فينا، تشنيه هالمهزله هذه؟ تشنيه هالتاريخ هذا اللي قاعد يتشلك؟ كان جيت مسؤول انا في كره القدم التونسيه لا يصير هكا، ولا نعمل لا نجامل حتى لاعب، ما نجامل حتى لاعب. انا اللي يستحق يكور يكور. بصراحه تغيظ تونس كيف يصير فيها الشيء هذايا. احنا نحبوها بلادنا قويه، نحبوا نرجعوا، نحبوا نهزوا كاس افريقيا، نحبوا نعملوا حاجه. احنا قاعدين نوخروا، ما عادش عندنا منتخب قادر باش يسيطر. منتخب اصلنا علق عليه واحد جزيري، ولو انه ما يفهمش في الخنار نتاعنا الداخلي، ولكن علق هو. يمكن ما يعرفنيش، هو ماشي في باله مازلت جديد وهذه القناة عاملها مازلت ندردش. يا بابا عندي قناة أخرى، عندي قناة رسمية والجمهور يتابع فيا ويعرفوني. ولكن إذا كان أنت ماشي في بالك مازلت جديد، جاوبته أنا. قال لي لا خلي منتخب تونس راهو باهي برشا. يا أخي دبر علينا، أنت باهي برشا أخي ولا خايب برشا؟ ما أنا نعرفك كي نحكي لك على منتخب الجزائر جاوبني. عملت فيديو وحكيت على منتخب الجزائر، تفضل جاوب، اعمل كومنتير على منتخب الجزائر. تعمل لي كومنتير على منتخب تونس كي تفهم فيها حاجه في تونس. قلت انا منتخب تونس احسن مره نجح فيها وقت اللي لعبنا قبل بالطريقه الايطاليه، دفاع ثم هجومات معاكسه. انتصرنا على جميع المنتخبات بما فيها انتصرنا على الجزائر. كيف انتصرنا على الجزائر؟ بالدفاع والهجومات المعاكسه. كيف انتصرنا على المغرب؟ بالدفاع والهجومات المعاكسه. كيف انتصرنا على مصر؟ نفس الشيء. اعطيني مره سيطرنا عليهم سيطره مطلقه، ما سيطروش بخلاف زمن السبعينات. يعني المنتخب التونسي بلاش مخالب من الاخر وعلى الاخر. المساكني يقول لك قال لك باش نردوا الفعل بقوه، ان شاء الله يطلع كلامه صحيح ويرد الفعل بقوه، ان شاء الله يجيبوا الانتصار. بالنسبه لفرجاني ساسي قال لكم انا راني معلم نتاع كوره، وراه مش كان انا كي نغلط الناس كلها تغلط. بارا خويا مشى بارا نعديوها نحسبوا روحنا خاطر نشوفوكش باش تعمل. شكون الاخر؟ قال لك انا نجيب الماتش باذن الله، نجيب الماتش. هاي ان شاء الله تجيب الماتش. البنزرتي قال لكم انا نسب ونزيد نعاود نسب ونجيب البارتيات بالسبان. هاي تصوروا انتم الراجل في باله بالسبان نجيب البارتيات. كان جاي يعمل ركعتين قبل المقابله وهو راجل كبير يعمل ركعتين لله، توا ربي ياخذ له بخاطره. انا باش نقول حاجه في بقعد باش نبقى انا ننبر وكل شيء وهي ماهيش بالشيام نتاعي التنبير. باش نقول حاجه يا فوز البنزرتي، كان وصلك صوتي وسمعتني، انت راجل كبير، حتى كان غلطت في حياتك المسامح كريم، وربي سبحانه قال لك نغفر التوبه حتى الغرغره. تعرف شنو معناها ربي سبحانه؟ الانسان كي يغلط يجي نهار ويسامحك ربي سبحانه، وقت اللي تطلب المغفره وتتوب من الذنوب نتاعك. تبداش انت في الغرغره قريب تموت وتقول لا اله الا الله محمد رسول الله.